يختار البريد التونسي في العوامل الأخرى أنه يمضي اتفاقيات شراكة مع البنوك الصغرى أو مؤسسات التمويل اللي تقدم خدمة لأصحاب الأفكار والمشاريع لدعمهم لتحقيق أهدافهم وتطوير وتسهيل النفاذ للخدمات المالية الإلكترونية. وكانت آخر الشراكات اللي تم توقيعها نهار 17 أبريل 2017 مع المركز المالي لأصحاب المشاريع. المنظمات المالية للقروض الصغرى تقوم معناها في إطار الإدماج المالي للمستفيدين اللي يكونوا خارج المنظومة البنكية مع نون بانكاريزي والا عندهم ان بروبليم دو سورس دو فينانسمون ميم حتى بانكاريزي في لي دوموند دو كريدي، وهذوما دي كريدي معناها مش كبار، معناها يوصلوا حتى 20,000 دينار لبعض المشاريع نتاعهم. اما شنو هو الهدف من الشراكات مع المؤسسات هذه؟ شنو هو البزوان نتاعهم هذوما لي زي ام اف؟ هما اولا يلزموا يشوفوا ان موديل دو ديكيسمون دارجون، معناها ما يكون نقدا. ثانيا كيفاش نرجعوا تسديد القرض، معناها سكون ابل رومبورسمون دو ايشيونس دو ميكرو كريدي. الدور البريد التونسي هو يوفر معناها موديل كامل لهذه المؤسسات. البريد لهنا باش يقوم بتوفير دي موديل دونكيسمون تكون نقدا، وتوفير حل لاسترجاع القرض لتسهيل اقتناء القروض للمواطن البعث المشروع نتاعو. نبداو من الاول، يعني لونكيسمون تاع القرض. يمشي المواطن للوحده من المؤسسات الماليه اللي عامل البريد التونسي معها اتفاقيه ويصب الدوسي نتاع المشروع نتاعو بعد ما تم الدراسه نتاعو في وحده من لي زاجونس اللي تتبع المؤسسه اللي مشى لها وتم الموافقه عليه. لهنا المستفيد لازم يمشي لمكتب البريد التونسي وين باش يشري اون كارت او دينار سمارت، على خاطر بالكارته هذه نجم تقبل دي فيرمون. الكارته هذه باش تكون كوبراندي، يعني نلقاو عليها اللوجو نتاع البريد التونسي واللوجو نتاع المؤسسه اللي يتعامل معها المستفيد كيما نراو، يعني المؤسسه الماليه باش تقوم بالفيرمون نتاع القرض على الكارته هذه، وبالوقت المستفيد ينجم يستعمل الفلوس. المرحله الثانيه لو رومبورسمون، لهنا البريد التونسي يوفر حلول لاستخلاص اقساط القرض بعد ما توفرهم له المؤسسه الماليه، يعني سواء عن طريق الاو اس اس دي يعني الموبي بوست من غير ما يبقى يمشي لمكتب البريد. Dans le cadre de la stratégie multicanal de la Poste tunisienne, le service de remboursement des IMF est actuellement développé aussi au niveau de notre nouvelle application DigiCash et elle sera aussi développée prochainement dans le nouveau canal de paiement, le canal de POS. يعني المواطن يحل ابليكاسيون ديجي كاش، يختار المؤسسه اللي خذا منها القرض، يثبت من القسط اللي لازم يخلصه، ولهنا يختار انه يخلص المونطون الكل والا بارسيال، وبعد فاليدي.